يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة القادمة في البطولة العربية في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، وذلك بعد خسارة الفريق من الشباب السعودي بهدف دون مقابل من ركلة جزاء في الجولة الثانية. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع النصر السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بالبطولة العربية يوم الخميس المقبل 3 أغسطس في 6 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على ملعب الملك فهد الرياضي، وستذاع المباراة عبر قناة SSC السعودية. وانتهت مباراة النصر السعودي مع الاتحاد المنستيري التونسي بفوز النصر ب4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثانية. وجاء ترتيب المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة النصر السعودي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن فريق الشباب الذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث ب3 نقاط، وأخيرا الاتحاد المنستيري بدون نقاط. وفي حالة فوز نادي الزمالك في مباراته القادمة أمام النصر السعودي فسيتأهل مباشرة لدور الثمانية دون النظر لنتيجة مباراة الشباب والاتحاد المنستيري، والتي ستقام يوم الخميس المقبل 3 أغسطس في 6 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية. وفي حالة تعادل نادي الزمالك أمام النصر فسيحتاج إلى تعثر الشباب السعودي بالخسارة أمام الاتحاد المنستيري ليكون تفوق نادي الزمالك بفارق الأهداف، وفي حالة خسارة نادي الزمالك أمام النصر فسيودع البطولة رسميا.